أحلى كيكة في العالم ممكن تاكلوها هشة ولذيذة. كيكة التراليشيا التركية. بصوا عاملة ازاي. هوريكم النهاردة ازاي عملتها بطريقة سهلة وبسيطة، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. أول حاجة معانا مقادير الكيكة. عندنا 6 بيضات وكوبايتين دقيق، عليهم معلقتين بيكنج باودر ورشة ملح، وكوباية ونص سكر، ومعانا معلقتين من الفانيليا. هحط البيض في الميكسر، وممكن في المرحلة دي تستخدموا المضرب اليدوي عادي، بس هياخد منكم شوية وقت. وهزود عليها الفانيليا، وهحط عليهم كوباية ونص من السكر. وهنا أنا بعملها من غير لا زيت ولا زبدة ولا حليب، أنا بسقيها حليب لما بتطلع من الفرن. والخطوة دي يا جماعة مهمة جدا، لازم هتاخد وقتها معاكم لحد ما القوام بتاعها يبقى بالشكل ده ولونه يبقى فاتح كده. ما تستعجلوش عليها، خلوها يا جماعة تاخد وقتها، بتاخد معاكم من 5 ل10 دقايق تقريبا حسب انتم مستخدمين ايه. ودلوقتي بقت جاهزة معانا، هبدأ ازود عليها الدقيق بالتدريج. طبعا كوبايتين دقيق معايا منخولين وجاهزين للاستخدام. بزود شوية واضربهم وارجع ازود شوية تانيين واضربهم لحد ما الدقيق لونه يختفي خالص. شوفوا دلوقتي عاملة ازاي. وهنا بعد ما خلصتها بس هقلبها تقلبتين، اتأكد ان كله اوكي والدقيق كله دايب معايا، ما يبقاش معايا نقطة دقيق بيضة. كده جاهزة عندي. هنبدأ نجيب بقى اي قارب مناسب عندنا ونحط فيه ورقة زبدة، ويكون نوع ورق الزبدة كويس يا جماعة، ونحط الخليط بتاعنا. وطبعا الفرن يبقى مسخن مسبقا على درجة حرارة 180، وهندخلها الفرن بتاخد حوالي ربع ساعة على 180، وبرجع انزل الحرارة ل 160 بتاخد ربع ساعة كمان.